السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد زهير. رجعنا بحكاية جديدة، موضوع جديد. هو أنا ليه ما عنديش فيسبوك؟ ليه حذفت الفيسبوك؟ الفيسبوك يعني من المنصات الأكثر انتشارا في العالم دلوقتي. منصة تواصل اجتماعي، الناس بتتواصل مع بعض فيه. طيب الفيسبوك أنا كان عندي فيسبوك، أيوه، وكنت متفاعل والكلام ده، بس الصراحة جيت فترة كده حسيت إن أنا تعبت منه نفسيا. بجد، اللي هو ده انا عمال اسكرول، عمال ابحث، ما فيش جديد، عمال اضيع وقت. وحاجه برضه قوي يعني اللي انا مهتم قوي، مين اللي عمل لي لايك، مين اللي كتب لي تعليق، مين اللي شاف الصوره، مين اللي ما شافش. فدي حاجه تعبتني نفسيا، وانا فاضل الدرجات دي. انا ده بقوله لنفسي يعني. انا فاضل، انت فاضل الدرجات يا محمد بقى، اللي انت تقعد بقى تدور مين اللي عمل لك لايك، مين اللي تابعك، مين اللي عمل لك تعليق، مش عارف، عمال تتابع اخبار الناس. طب انت فين؟ جرى ديك. اما انت فينا، انت فادك في ده كله يعني انت عمال تتابع اخبار الناس ونجاحاتهم وانجازاتهم، واخد بالك، وانت عمال بس تدور كده وتضيع وقت وبالساعات، يعني بتدخل في دايره. تمام كده، تدخل في دايره ما انت مش عارف هتعمل ايه. فصراحه حذفته. الا بقى كنت مثلا انا حذفت الحساب خالص. رجعت تقريبا بعد سنه، رجعته يعني ما استحملتوش ساعه، رحت عازفه تاني. انا ساعات بحذف مثلا اي حاجه، مش بحذف التطبيق، لا انا بحذف الحساب من على التطبيق، عشان عشان لما اجي ارجع له تاني يبقى في وقت اطول، ممكن اكسل. فارجع عن القرار، واخد بالك يعني، على حسب مثلا، على عكس مثلا انت لما تمسح التطبيق سواء الواتس او الفيس مثلا يعني، وتروح مرجعه تاني، فسهل اول ما تدخل الرقم ده تدخل على طول، او ايميلك تدخل على طول. لكن انا بحذف الحساب عشان يبقى صعب يعني، طريقه الوصول تاني او البدء تاني تبقى صعبه، فكسل، فبرجع عن القرار. فحذفت الفيس لان انا لقيت مضيع للوقت. الصراحه انا بضيع وقت في حاجات انا مش مستفيد منها. طب هل الفيس برضه مضر؟ لا مش مضر، لو استخدمته بالطريقه المثلى، بالطريقه الصحيحه. يعني الفيس دلوقتي منصه كبيره، سواء شئنا ام ابينا، المنصه لها وزنها ولها مكانها في العالم حرفيا. طيب امتى يبقى مفيد؟ لما تستخدمه كشغل. طيب واحد عنده بيبيع منتج مثلا او بيبيع خدمه، فمحتاج الفيسبوك، لان الفيسبوك على ناس كتيره، منصه تواصل بتعمل اعلانات على ناس كتيره، تقدر توصل لاكبر عدد ممكن، فمنزلها لشغله وبيشتغل عليها لشغله، فكده تمام، هو كده اشتغل صح، كده استخدم المنصه دي صح، تمام. لكن اللي انا اقعد بقى سكرول كده، واقعد ادور، واقعد ابحث، واقعد اعمل كده بالبتاع كده على التليفون، واضيع ساعات، واضيع عمري، واضيع طاقتي في حاجه انا مش مستفيد منها، لا ده كده ده الضار بقى، ده اللي هو مش مفيد. خدت بالك؟ طيب هل كل الناس بقى اللي عندها فيسبوك دي بقى يعني ناس مش ناجحه وناس مش متفوقه في حياتها، وانت بس الوحيد اللي متفوق وانت اللي حذفت الفيس يا محمد؟ لا، في ناس بتقدر تتحكم في نفسها، او مش من اهتماماتها الفيسبوك مثلا او منصات التواصل ده. عارفين انا قابلت ناس كده، يعني في ناس عندها فيسبوك عادي، بس اللي هو بتدخل على استحياء، تدخل تقعد لها شويه كده وتروح طالعه، ما بتدخلش في الدوامه دي. فعلا في ناس كده، لكن انت ما تضمنش، ده واحد من مليون. لكن انت ما تضمنش، انت ممكن تدخل تتابع مثلا، انت بتحب الكوره تخش بقى صفحات الكوره كلها، بتحب السياسه صفحات السياسه كلها، بتحب مثلا حد بتتابعه على كذا حد، على مثلا على الانفلونسر يعني، هوبا مش عارف اي حاجه، اي مجال بقى، تلاقيك انت دخلت في الصفحات والمجموعات واتسحلت بقى، وتقرا تعليق وتكتب تعليق، والناس اللي بتحب تشارك بقى تكتب وتعلق والكلام ده، فدخلت في دوامه انت مش عارف تطلع منها. ده اثر عليك نفسيا بقى، اثر عليك نفسيا وجسديا، ان انت عينك خلاص بتروح، انت عينك على طول للشاشه، وكمان الخط صغير فنظرك هيضعف. يعني انت بتبص في التليفون شاشته منوره في وشك، وخط صغير برضه مش زي الكمبيوتر ولا شاشه كبيره، فانت نظرك بيروح. فاذا كنت هرجع الفيس ولا لا؟ ايوه انا هرجع الفيس بس كشغل. يعني انا لما اعمل البيزنس بتاعي ان شاء الله، وانا يعني باذن الله قدام يعني في كذا حاجه، لا انا هعمل بيدج بقى للصفحه، صفحه للبيزنس ده، وابدا اسوي عليه بقى المنتجات اللي انا اعملها والخدمات، واستفاد منه صح. اديله فلوس يديني فلوس، لكن انا كده بديله وقت وجهد وحياتي وهو ما بيدينيش حاجه، لا يبقى انا كده ما استفدتش حاجه. طيب هل انصحكم ان انتوا تحذفوا الفيسبوك؟
بص في ناس اتكلمت عن موضوع كتير على اليوتيوب والكلام ده، اللي هم بعدوا عن السوشيال ميديا فتره من الزمن والكلام ده. بس انا عايز اقول لك، لو انت فعلا بتستفاد بالذات من الفيسبوك، يعني لو بتستفاد منه انت عارف نفسك، لا ما تحذفوش ولا لاستخدامك ليه. طب انت بتضيع وقت وداخل في دوامه بقى اللي انت عمال تتابع فلان وعلانه ومش عارف ايه، واصحابي اللي منزلين صورهم والكلام ده، احذفه خالص. هتتعب في الاول بس واحده واحده هتتعود. طب تحذفه ازاي؟ هتحذفه لما يكون عندك حاجه اكبر شغلاك. يعني ما تجيش تقول لي مثلا ان انت ما فيش حاجه في حياتك خالص وهتحذف الفيسبوك، لا، لان الفيسبوك اصلا اللي بيقعد عليه فتره اكبر هو واحد مثلا عنده فراغ كبير، ما عندوش حاجه شغلاه فبيضيع وقته. لكن لو واحد عنده شغل ومش قصدي الشغل بقى اللي هو مثلا من 9 ل 5 او الشغل اللي انت بقى، لا، ما انت ممكن في شغل برضه تفتح فيس، لكن انا قصدي شغل حاجه بتطور فيها من نفسك، حاجه يعني ايه، حاجه لمستقبلك قدام، فانت خايف لا تعطلك عن المفهوم ده او تعطلك عن الحاجه اللي انت عايز تعملها ده، لا، فاحذف دلوقتي. هترجع له تاني كده كده موجود، وكده كده فعلا انت مفيش حاجه هتفوتك، ولو حاجه فاتك هتعرفها، ولو حاجه هي مهمه بالنسبه لك هتعرفها بطريقه او باخرى. يعني ما تقولش اصل انا هتفوتني مش عارف الحاجه الفلانيه الحاجه اللي يا عم ما يفوتك يا عم، وانت محسس ان انت رئيس جمهوريه ولا ملك يعني لازم يعرف كل تفصيل. يا عم ما تفوتك يا عم الحاجات اللي مش مهمه خالص دي اصلا، فوتك يا عم. احذف يا عم، يا عم احذف الفيس يا عم، والله بص لو ما حذفتوش انت حر، احذف يا عم. لا يعني هتقعد على الفيس تعمل ضعف، هتتكلم بالبيت ولا انت تتكلم اللي انت بتتكلم، لا يعني اتكلموا تليفون او طبعا مش بنصح بالارتباط والكلام ده، هنتكلم في موضوع تاني يعني عنه. لكن انت ما فيش حاجه مهمه على الفيس يا جماعه. هيقول لي انا بجمع الكليه ومش الكليه والمدرسه الثانويه ومش عارف ايه، حبيبي هتلاقي طريقه تانية والله. دور يا جماعه قسما بالله، انتوا الانسان اللي عايز يعمل حاجه والله لو بص لو خلاص هو فاضل ساعات وبيموت هيعملها. سيبنا بقى من حاجات الحجج والاعذار والكلام ده، دي بقى نقول هنضحك على بعض فيها، لكن انت لو عايز تعمل حاجه تعمل، انت عايز هتعزم واحده. عارف الموضوع مش سهل، الموضوع صعب وياخد وقت، بس واحده واحده وابدا واحذف واحده واحده. يا عم اللي انت هتعوزه يا عم قول لي يا فلان لو حصل حاجه يا اسطى، معلش لو في حاجه اتغيرت في مستقبل العالم وانا ما عرفتهاش يا اسطى قول لي عليها، عشان انا هشارك في تحديد مصير العالم الفتره الجايه. خدت بالك؟ لان انا لو ما عدتش انا هحذف الفيس، وانت عارف انا طبعا وجودي على الفيس مهم جدا وضروري، والناس كلها بتكلمني والناس كلها محتاجاني وقالوا لي هنعمل ايه يا فلان في مصير العالم الفتره الجايه وهنسافر المريخ ولا لا. فانت بعد اذنك انا هحذف الفتره دي، لو حصل حاجه قول بلغ. يا عم ف... فمش عارف، انا بهزر طبعا. لو لقيتوني مثلا بتكلم كده بتلقائيه، بس انا بحب اتكلم عادي يعني. بس بجد ما تضيعش وقتك وجهدك وصحتك على الكلام ده، شوف كورسات وتعلم في مجالات كتيره. الحياه اللي جايه احنا داخلين على عصر مرعب مرعب مرعب، اللي مش هيكون ليه في مكان والله يا جماعه هيداس، والله مش هيبقى له وجود خالص. احنا في بدايه ثروه وثوره تكنولوجيه هتدمر اللي مش هيبقى موجود فيها، اللي مش هيبقى جزء منها. كل سنه وانت طيب، مع السلامه يا حبيبي، هتفضل طول عمرك عايش في قحط وفقر وجوع ومرض. فانت سيبك من الفيس وسيبك من الصحوبيه والارتباط والاعجاب ومش اعجاب والستوري ومش الستوري والكلام ده كله، لا سيبك من ده كله، ركز في المستقبل. مش هقول لك ان انت هتعرف الحاجه مثلا في مجال معين تتعلمه في يوم وليله، لا، بس ان انت تدخل تبدا في حاجه مفيده تتعلمها، تاخد معلومه جديده تفيدك في مجالك، تفيدك في حياتك. ما تقعدش طول في فتره حياتك وطول يومك قاعد عمال تسكرول على الفيس، ما بتستفادش حاجه، ما بتستفادش حاجه خالص. انت بتستفاد ايه؟ والله ما بتستفاد حاجه، ما بتستفادش حاجه. ومتابعتك للاخبار مش مهمه، والله انا اصلا سايب الاخبار. اقول لك انا يعني انا سايب التلفزيون والاخبار متابع من 2018 2017 من 5 سنين، والله ولا عادي، ولا اعرف اي حاجه في البلد، والله يا ابني ولا اعرف اي حاجه بتحصل في السياسه ولا اي حاجه خالص. لا، لان انا مشغول مثلا ان انا عايز اطور نفسي، عايز اتعلم لغه جديده، لغه يعني انجليزي والكلام، عايز اتعلم لغه برمجه، عايز اتعلم حاجه في الكمبيوتر. فانا مش شاغل بالي، انا عايز بدل ما انا اكون من الناس المستهلكين، لا انا عايز اكون من الناس اللي تنتج، من الناس اللي بيكون لها رأي. انا يكون لها رأي وهتسمع رأيي ويحترموني لما اكون ناجح وعندي ثقل وعندي بيزنس وعندي كل حاجه. لكن لا انا اقعد اسكرول واقعد اضيع وقت، ما حدش هيحترمني، ما حدش هيقول لي انت قعدت كام ساعه على الفيسبوك فاحنا هنقيمك على هذا الاساس.
يا جماعه الفيس دلوقتي يعني مصادر التواصل كلها يعني هو عايزك تقعد طول النهار والليل على الفيسبوك وعلى منصات التواصل الاجتماعي عشان ياخدوا من وقتك ويعرف عنك كل حاجه ويعملوا ويديلك اعلانات ويستغلوك تبقى انت واحد نشط عندهم، تبقى انت واحد من ضمن كتير نشط. فلا ما تضيعش حالك وتضيع نفسك وتضيع عينك وتضيع صحتك في حاجات انت ممكن تشوف صوره كده مثيره بالنسبه لك تقوم تعمل فعل غير اخلاقي، فعل وحش فيدمرك ويدمر صحتك. لا كده يا جماعه. فاتمنى ما كنتش طولت عليكم في الفيديو وتكونوا وتستحمل يعني تاخدوا كلامي بصدر رحب. انا والله قصدي النصيحه واللي انا بحب اتكلم اكني برضو والله بكلم اصحابي، يعني انا عملت الفيديو ده والقناه ده كله عشان كنا بنتكلم مع بعض وبنتناقش يعني. اتمنى كنت طولت عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.